ملايين تنتظر ربما هذه المقابلة لنتحدث لعبد الرحيم وحيدة، وهو طفل مغربي يبلغ من العمر 14 عاما. فقد للأسف أسرته، فقد والده ووالدته وجده واثنين من إخوته، ونحن التقيناه أمس وكان على الهواء. سألت سؤال استغربه البعض بأنه لا يسأل لطفل بهذا العمر، ولكن عبد الرحيم لديه عقل كبير ويفكر فعلا في وعد قطعه لوالده ووالدته. وسألته ماذا ستفعل في المستقبل، وأجابني بأنه يريد أن يحقق حلمه ووعده لوالديه، وهذا الوعد والحلم يبدو أنه تحقق بالفعل. بعد أقل من 24 ساعة عبد الرحيم يبحث عنه نادي ريال مدريد بعد أن شاهد مقابلته ملايين الناس. وصلت المقابلة للنادي وشاهدوا القميص الذي يلبسه عبد الرحيم، وهو فعلا ريال مدريد هو النادي المفضل لعبد الرحيم، وفعلا هو يحب ويتابع هذا النادي بشكل حصري ولا يحب نادي آخر. وتلقى مني بشرة بأن ريال مدريد يبحث عنه فعلا. النادي تواصل مع العربية وزودناهم برقم هاتف عمه الذي تبقى ويعني نجا من الزلزال ليشرف على عملية انضمام إن شاء الله عبد الرحيم للنادي. اسمح لي أن أتحدث مع عبد الرحيم، هو سيصف أكثر مشاعره للناس. أولا عبد الرحيم، بدنا تطمني وتطمن ملايين الناس عنك اليوم. أنا أعرف أنه المصيبة كبيرة وأنت حزين، أنت أخبرتني، ولكن عندك إصرار على النجاح في المستقبل. احكي لنا أنت كيف حالك اليوم؟ الحمد لله الحمد لله. بعد ما توصلت بداك الخبر بأن الفريق ديال ريال مدريد هضر عليا، الحمد لله وليت شويه بخير الحمد لله. فرحت؟ نعم الحمد لله، وماشي بحال البارح، حيتاش البارح باقي كنت شادني داك الستريس وكذا. الحمد لله ملي توصلت داك الخبر وليت مزيان الحمد لله. أصابك ستريس لأنك عرفت بالخبر؟ يعني قلقت إنه ما كنتش مصدق الموضوع؟ كنت حيتاش ما يمكنش فهمتي كيفاش. المهم الحمد لله بعدا ملي توصلنا بهذا الخبر هذا الحمد لله. لو